بكم في همسات الظلام، المكان اللي بنهمس فيه بالحكايات اللي محدش بيحكيها بصوت عالي. قصص بتيجي في الضلمة من الماضي، من اللي الناس بتحاول تنساها، بس الحكايات عمرها ما بتموت، بس بتستنى اللي يسمعها. متنسوش تشتركوا في القناة وجهزوا قلوبكم، لأن اللي جاي مش لكل الناس. دلوقتي خلينا نبدأ. الساعة قريبة من 10 مساء لما عربية عادل دخلت حدود قرية اسمها القرن، قرية بعيدة عن كل حاجة، حتى خرائط الإنترنت مش بتعرف لها طريق. هو صحفي بيشتغل في توثيق الأماكن الغريبة والمهجورة، وسمع عن نزل قديم هناك اسمه نزل العزلة. الاسم لوحده كفاية يرعب، بس ده كان التحدي اللي بيستناه. المكان شكله كأنه متساب من سنين، الضباب مغطي كل ركن والسكون قاتل. أول ما نزل من العربية سمع صوت خطوة واحدة ضلمة وراه، بص حواليه مفيش حد، شد الجاكيت وكمل طريقه للنزل. وصل عند باب خشب قديم، أول ما لمسه الباب فتح ببطء وطلع صوت سرير بيخلي جلدك يقشعر. ظهر راجل عجوز وشه مقعد، بس عينيه فيها لمعة مش مريحة. بصله وقال له كنت مستنيك يا أستاذ عادل، أوضتك جاهزة بس اوعى تخرج بعد الساعة 12. عادل ضحك وقال ليه، في حاجة تخوف؟ الراجل بصله بنظرة جامدة وقال اللي بيخرج من بعد الساعة 12 مش دايما بيرجع. سكت عادل، خد المفتاح وطلع أوضته. ليلة هادئة بطريقة مزعجة، كل حاجة ساكتة زيادة عن اللزوم. بدأ يكتب ملاحظات. فجأة النوم به، سمع صوت خبط مش على الباب، على الحيطة. قام بسرعة فتش المكان، مفيش حد، بس الشباك كان مفتوح والستارة بترفرف كأن في حد بيتنفس من وراه. في ركن الأوضة كانت في صورة قديمة جدا متعفنة، بس ملامح اللي فيها كانت واضحة. الراجل اللي في الصورة شبهه بالضبط، بس اللبس قديم والورقة باين عليها إنها من التلاتينات. إنما هو قلقان وحالف في الطرقة ديت فيها أبواب كتير، وكل باب بيطلع منه صريخ مختلف، أطفال وستات ورجال. وفي الآخر يوصل للباب حديد مكتوب عليه ما تفتحش، بس هو فتح. تاني يوم نزل يسأل الراجل العجوز عن الصورة. الراجل قال كل اللي بينام هنا ما بيشوف نفس الحلم. عادل سأله يعني مين الناس ديت؟ الراجل رد وهو بيبص على الأرض ناس محدش سمع عنهم تاني. الليلة التانية كانت أهدأ لحد ما الساعة جت 12. النور طفت والحيطان بدأت تطلع منها همسات مش كلمات، أصوات زي حد بيتكلم في ودنه بس مفيش حد حواليه. الليلة التالتة قرر يهرب، نزل بسرعة عشان يطلع. لقى الباب اللي دخل منه بقى حيطة فعليا، مفيش باب. المكان اتغير وممرات بقت مختلفة. سمع صوت الراجل العجوز وراه بيقوله قلتلك ما تخرجش بعد الساعة 12. وقتها فهم النزل ده مش بيت عادي، دي فخ اللي بيدخله بيعيش نفس المصيرة، بيتحول لحكاية أو صورة على الحيطة. وفعلا بعد اختفائه جه نزيل جديد، ولقى في الركن صورة قديمة فيها عادل بنفس البلوفر، بنفس الملامح، بس عينه فيها حزن كأنه لسه محبوس جوه. ودي كانت حكايتنا النهاردة من همسات الظلام. لو عجبكم الرعب اللي بنعيش سوا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وخدوا بالكم من الأماكن اللي ما فيهاش مخرج، لأن مش دايما الباب اللي دخلت منه بيكون موجود لما تحب تخرج. تصبحوا على خوف، وأشوفكم في الحلقة الجاية.